ب. في أحد الأحياء الهادئة كان هناك منزل قديم يعود إلى أكثر من 100 عام. هذا المنزل كان يملكه رجل مسن يدعى عم أحمد، وكان يعرفه الجميع في الحي. عم أحمد كان معروفا بحكاياته العجيبة عن الماضي وأحلامه الوردية عن الحياة، لكنه كان يحمل سرا لا يعرفه أحد. كل مساء كان عم أحمد يجلس على شرفته يدخن سيجارا قديما ويحكي للأطفال الصغار حكايات عن الجن والشياطين والكنوز المدفونة. كان يتمتع بشخصية محبوبة، لكن خلف هذه الابتسامة كان يحمل عبئا ثقيلا. كان عم أحمد قد اكتشف بابا سريا في قبو منزله، باب يؤدي إلى ممرات مظلمة وحكايات قديمة عاشها أجداده. لم يخبر أحدا عن هذا الباب، لأن ما رآه خلفه كان شيئا يفوق التصور. كان المكان مليئا بالكتب القديمة والأشياء الغامضة، وكان يحمل أسرارا عن عائلته التي دفنت في طيات الزمن. ذات يوم قرر أحد الأطفال يدعى علي استكشاف قبو عم أحمد. كان فضول علي كبيرا، وتمنى أن يعرف سر هذا العم العجيب. مع حلول المساء اقترب علي من المنزل واستطاع فتح باب القبو. لم يكن يعلم أنه على وشك اكتشاف شيء رهيب. داخل هذا القبو كان الظلام يكتسح المكان، ولكن فيما بعد اكتشف علي الباب السري. لم يكن مجرد باب عادي، بل كان يلمع بلون فضي غريب. فتح علي الباب ببطء، وبدأت رائحة غريبة تنتشر في المكان. ودع قلبه ينبض بشدة بينما دخل إلى الممر الذي يفضي إلى عالم آخر. في هذه الأثناء كان عم أحمد يجلس في الخارج. كم كان دائما يجلس، ولكن كان هناك قلق في عينيه. كان يشعر أن شيئا ما غير طبيعي يحدث. بعدما دخل علي إلى الممر بدأ يشعر بوجود شيء غريب يراقبه، ولكن فضوله تغلب على خوفه. استمر في السير في الممر المظلم حتى وصل إلى غرفة كبيرة مليئة بالكنوز، ذهب وفضة، مجوهرات قديمة، وكتب نادرة تتحدث عن سحر العصور الوسطى. لكن لم يكن هذا الجزء الأكثر إثارة، بل كان ما لاحظه في الزاوية تمثال قديم يمثل جنية. كان يبدو وكأنه على أتم الاستعداد للتحرك، وفجأة انطلقت صرخة مدوية من عم أحمد. أراد أن ينبه علي، لكن العجائب كانت قد بدأت تنكشف. فتاة صغيرة يبدو أنها الجنية ظهرت أمام علي، وعينيها تتلألأ كنجوم السماء. قالت له بصوت عذب: مرحبا بك، لقد كنت في انتظارك يا علي. تجمد علي في مكانه ولم يكن يعرف ماذا يقول. كانت الجنية تحمل في يديها خريطة قديمة. هذه الخريطة تدلك على مغامرة ستغير مجرى حياتك، قالت. كان عمر علي لا يتجاوز 10 سنوات، لكنه شعر بأن هذه المهمة ستكون خاصة جدا. أخذ علي الخريطة وبدأ يستمع لقصص الجنية عن عائلة عم أحمد. أوضحت له أن أجداده بينما كانوا يعيشون في ذلك المنزل كانوا خزان للكنوز والمعرفة، ولكن تلك الأسرار تم دفنها في العصور القديمة، وعلي يعتبر المفتاح لإعادة تلك الأسرار إلى العالم. الزمن في هذا المكان لم يكن كما هو في الخارج. ساعات مرت وكأنها دقائق، وأحمد لم يشعر بالوقت وهو في الخارج يشعر بالقلق على علي. ثم قرر علي العودة إلى الواقع وأخذ الخريطة معه. لكن قبل مغادرته نظرت إليه الجنية وقالت: تذكر، لا يمكنك إخبار أحد عن ما رأيته هنا، لكنني سأكون دائما معك. خرج علي من القبو وعاد إلى المنزل، لكن كل شيء تغير. بعد تلك الليلة بدأ يشعر بقوة غريبة بداخله. قرر أن يستخدم هذه القوة لاستكشاف المزيد من الأسرار حول عائلته. مر الأسبوع
وكان عم أحمد لا يزال مرتبكا بشأن غياب علي. قرر أن يتفقد القبو، وعندما دخل وجد الخريطة ملقاة على الأرض. وحين رأى عم أحمد ذلك عرف أن هناك شيئا خطيرا حدث. في الأيام التالية بدأ علي يكتشف العديد من الكنوز المخبأة في الحي. استخدم الخريطة التي أعطته الجنية وبدأ يجمع معلومات عن قدام الأجداد. وعندما أخبر عم أحمد بما حدث بدأ العم بالخوف. لم يرد أن يعيد تلك الأسرار إلى الوجود، لكن علي كان مصمما. وفي يوم حار قرر علي أن يستعين بالجنية مرة أخرى. عاد إلى ذلك الباب السري ودخل يبحث عن الجنية. ليضحك الحظ رآها مجددا، وقد كانت تنتظره في نفس المكان. قال لها: أحتاج مساعدتك، أريد أن أتعلم المزيد. ضحكت الجنية وقالت: أنت تملك القوة، لكن تحتاج إلى استغلالها بشكل صحيح. سأسير معك في هذه الرحلة. ومن هنا بدأت مغامرات علي مع الجنية. اكتشف المزيد عن أجداده وعن الكنوز وعن التاريخ المليء بالمغامرات. ولكن كلما اكتشف ملمحا من الماضي